فيلمنا بيبدأ مع جوناس وهو بيتمرن كالعادة، وكان فيه مهمة على سفينة في نص البحر، وبعد ما خلص المهمة بتاعته البغبغان ده بيفضحه وبيلم رجالة السفينة كلها عليه. وكالعادة طبعا جوناس بيضربهم كلهم، بس بعدها بيجري، وجوناس بيلاقي نفسه متحصر وبيقول لهم طبعا مش هتصدقوني لو قلت لكم معايا امر تفتيش وانه هيوديهم في داهية. فجأة بيغفلهم كلهم وبينط في المية، وكابتن المركب بيقول له انت بعيد جدا عن الشط، يلا عوم بقى لحد ما توصل. بس بيتفاجئ بطيارة بتيجي فوق دماغه، والطيارة دي تبع جوناس أصلا، وبتنزل على المية وبتاخده، وبيكون اللي سايق الطيارة ماك صاحبه اللي كان معاه في الجزء الأول. بعدها بنشوف واحد اسمه جيمنج، وده يبقى صاحب شركة تقنيات حديثة وكان بيعمل تجربة على بدلة جديدة. بالليل بيكون في حفلة كبيرة لشركته، وشركته بتطلع تشكر الناس اللي حضرت وده على تبرعاتهم للشركة، وجيمنج كمان بيطلع يقول الكلمتين بتوعه، وبيقول إنه قرر يكمل اللي أبوه وأخته كانوا بيعملوه. وده طبعا كان في أول جزء، يعني بنعرف إنه ابن صاحب الشركة. ومينج البنت الصغيرة الجميلة كبرت وبقى عندها 14 سنة، وجوناس كان بيحبها جدا وبيوريهم سمكة قرش اسمها هايكي، وبتكون برضه من عيلة الميج، وبيقول لهم انهم لقوها وهي صغيرة وانها كانت مجروحة وهم عالجوها، وانها عايشة في خندق تحت البحر، وان بسبب تبرعات الناس عملوا غواصة تقدر تنزل ل 6000 متر الخندق ده، وهيقدروا يكتشفوا ويعرفوا اكتر عن سمك الميج. وجوناس طبعا كان غني عن التعريف، والكل بيحييه علشان شجاعته في قتل القروش. وبعدها ميج كانت قاعدة مع جوناس وبتقول له انها مش صغيرة وإن عاوزة تنزل معاه الخندق. جوناس بيرفض وبيقول لها إنه خطر جدا، وإنهم أول مرة ينزلوا العمق ده، بس بتقاطعهم الست دي وبتقول لهم الحقوا جيمنج نزل لسمكة القرش هايكي. وبيجروا عليهم هما الاتنين وكانوا خايفين جدا، وجوناس بيقول له يبطل جنين لأن لو سمكة عدت من جنبه بس هيموت. لكن جيمنج ما اهتمش بكلامه، جيمنج قال له إنه مدرب السمكة كويس، وإنه كان عاوز يثبت إنها بتسمع كلامه، وبيقول لهم إن لما يدوس ضغطة واحدة يعني تيجي عنده، لكن لما بيدوس مرتين يعني تبعد عنه. جوناس قال له اتدرب مين، دي سمكة قرش. بس فعلا السمكة بتسمع كلامه أول مرة، ولما جه يجرب تاني الكل كان بيحذره يطلع، وده علشان القرش كان داخل عليه بسرعة كبيرة وضربات قلبها كانت سريعة. وجيمنج بيقف وبيعمل اللي في دماغه، وهوب فعلا القرش بيجري بسرعة عليه وبيهجم عليه، والكل كان مصدوم ويعتبروه مات، بس هو كان محظوظ وكان سحب نفسه بسرعة وخرج. المهم تاني يوم بيروح لمركز البحوث اللي في وسط البحر، وده علشان ينزلوا من هناك للخندق ويستكشفوا المكان أكتر، وفعلا جهزوا غواصتين علشان ينزلوا، وكانوا هينزلوا 25 ألف قدم. في الوقت ده سمكة القرش هايكي فجأة عينيها بتبيض، وكانت بتتصرف بطريقة غريبة، وكسرت البوابة في المكان اللي هي فيه ومشيت بعيد عن معهد البحوث. والغواصتين كانوا تمام، بس بيتفاجئ إن ميج كانت مستخبية في الغواصة، وطلعت بعد ما اتأكدت إنهم اتحركوا. وجوناس وجيمنج كانوا زعلانين من تصرفها، وده لأنهم أول مرة يغوصوا في العمق ده والدنيا كلها قروش وكل حاجة خطر. بس جوناس بيضطر يسيبها، وفجأة بيلاقوا سمكة قرش كبيرة داخلة عليهم، وكانوا مستغربين علشان هم أصلا ما نزلوش للعمق ولا حتى قربوا من الخندق. وهناك كانت متابعاهم مركز البحوث وبيقول لهم ده استحالة، ازاي عبرت المنحدر الحراري اللي المفروض اصلا سمك القرش ده ما يطلعش منه. بس البنت دي بتقول لهم انها مش جاية من المنحدر، وانها تعقبتها وعرفت انها جاية من الشاطئ. جوناس قال لهم يغوصوا بسرعة على المنحدر وانه فرصتهم الوحيدة علشان يهربوا منها. جيمنج بقى بيقول لهم ان السمكة دي هايكي، وده علشان جهاز التعقب اللي حطوا فيها كان باين عنده انها وراهم. وماك بيقول لهم يطفوا النور علشان ما يلفتوش النظر ليهم، بس اليوم كان مش حلو خالص، وده لانهم بيلاقوا تحت قرش الميج بس اكبر من قرش الهايكي اللي بتجري وراهم. جوناس بنفسه قال لهم انه اكبر قرش شافه، ومش ده لوحده، ده كمان كان في جنبه واحد تاني، وبكده يبقوا 3 اسماك. وجيمنج بيقول انه حاسس ان في حد هو اللي جابهم، وانه يروح وراهم علشان يعرف هم رايحين فين، وانه عاوز يعرف الحكايه. جوناس خاف على مينج وساله هتعمل ايه، قال له احنا اصلا جايين نستكشف. وجيمنج بيقول له انهم في امان، وان هم معاهم اكسجين احتياطي، والغواصه بتاعتهم ضد هجوم القروش. وفعلا بيروحوا وراهم وبيستكشفوا انه في موسم التزاوج، وان السمكه هايكي كان تصرفاتها غريبه علشان كانت عاوزه تتجوز. وشويه والجاز بيكتشف جسم غريب قريب منهم، ولما بيروحوا بيلاقوا محطة متحطمة في قاع البحر. ولما ريجاس عملت مسح على المكان الجاز بيديها إشارات حرارية في المكان، يعني دي فعلا محطة بجد. جوناس كان مستغرب ومش مصدق إنها حقيقة، وده لأن مفيش حد عنده التكنولوجيا الحديثة اللي تخليه يبني محطة زي دي في قاع البحر. وشوية كمان والجهاز بيبين إن في غواصة فوقهم، وفعلا الجهاز مش بيكذب، وبيكون في الغواصة دي واحد اسمه مونتس، وده بيفجر المحطة وبيهرب على طول. وفجأة بيلاقوا المكان بينهار وفيه صخر كتير بيقع عليهم من كل ناحية، وهم بيحاولوا بيعافروا علشان يتفادوا الصخور. وفي المركز بيقولوا لهم انهم شايفين اختراق كبير لحفرة يعني كبيرة في المنحدر، لكن محدش فيهم كان بيرد عليهم، وطبعا كانوا خايفين وما كانوش يعرفوا اللي حصل تحت. وماك بيطلب من جيسي تجهز الغواصة بتاعة الإنقاذ، وبعد شوية بتقول له إن في حد فصل التحكم من الغواصة، والغواصة اتعطلت، يعني في حد قاصد يبوظ الدنيا. وشوية والاتصال بيرجع تاني، وجوناس بيقول له إن الغواصة ما بقتش نافعة وإن نص فريقه مات. ماك بيقول له إن الغواصة الإنقاذ في حد عطلها، فجوناس قال له إنهم هيضطروا يلبسوا بدل الغوص
ويطلعوا بنفسهم. ماك بيقول له انت نسيت ان البدل دي اخرها في الاكسجين ساعتين، هتعمل ايه لما يخلص؟ فقال له انهم هيمشوا بالراحه علشان يحافظوا على الاكسجين ده، غير ان مفيش حل تاني. وبيطلع هو ومينج وريجاس وبيقابل جيمنج واللي بيبقى من فريقه، واتحركوا فعلا في قاع البحر. اما ماك بيقول ليجي ان في جاسوس وسطهم وانهم لازم يعرفوه، وقال له يراجع الكاميرات علشان يعرفوا مين اللي بوظ لوحه التحكم. وجوناس واللي معاه واحد فيهم بيصرخ وبيقول له انه شاف قنديل كبير، وفجأة صوت صريخ وبيقف والواد اختفى. بس بعد شوية الخوذة بتاعته هي اللي بتقع، والراجل ده كان بيحاول يرجع الاتصال في الغواصة. وبتتفاجئ ان شركة جيمنج هي اللي ورا كل ده، وبتعرفوا انهم لسه عايشين وانه لازم يقتلهم والا هيروحوا كلهم في داهية. وفوق بيعرف ان اللي بوظ الغواصة مسح الكاميرات، فبيضطر يروح بنفسه يشوف النسخة التانية اللي موجودة في القمر الصناعي. وجوناس واللي معاه لسه مكملين في الطريق، لو مجموعة اسماك صغيرة بتجري ناحيتهم. جوناس قال لجيمنج يشوف الجهاز لو في حاجة داخلة علينا، فقال له إن في جسم غريب جاي عليها، بس مش قرش، دي حاجة أصغر وأسرع منه. وفجأة لو مخلوق غريب كده بيهاجمهم، والمخلوقات الغريبة دي بتخاف لما بيشغلوا الكشاف وبيجروا، بس النور ده بيلم عليهم القروش. وجوناس بياخد الكشاف وبيرميه بسرعة، والقروش بيجروا ناحية الضوء وكملوا هروب لحد ما بيوصلوا المحطة. لكن واحدة منهم للأسف القروش بتاكلها، بس للأسف كان في واحدة الخوذة بتاعتها مكسورة، وللأسف ما استحملتش وانفجرت. وجوناس بيهديهم، وجيمنج بيلاقي معدات الشركة بتاعته وكان مستغرب جت هنا ازاي. وبيوصلوا الباب مقفول، ومينج وقتها داست على الزرار وقدرت تفتح الباب. واول ما دخلوا لقوا جيسي الخاينه بتكلمهم وانها شغاله لحساب شركه جيمنج، وبتقول لريجاس لو عاوزه تعيشي اقتلي جوناس. وفعلا بتعرف ريجاس السلاح على جوناس ومش بتقتله. وبتظهر شركه جيمنج وبتقول له انهم سرقوا التقنيات بتاعته، وبتفتح عليهم الميه علشان تغرقهم. وجوناس مش بيلاقي حل غير انه يخرج بره ويعوم لحد ما يوصل للكنترول ويفتح الباب. وريجاس قالت له انه لو طلع بره هيغمى عليه ومش هيبقى قدامه غير 60 ثانيه ويموت، بس هو بيجازف وبيخرج وفعلا بيوصل للباب وبيغمى عليه فعلا. ولما بيفوق بيلاقي واحد في وشه وبيعرفه ان هو كان مسجون قبل كده بسببه وانه هيموته، وبيضربوا بعض الاتنين. لكن جوناس بيقدر في الاخر يفتح الباب وبينقذهم، وركب الغواصه هو واللي معاه وخرجوا من المحاضر الحراري. وفوق بقى ماك عرف ان جيسي خاينه، وشركه جيمنج بعتت رجالتها يخلصوا على ماك ودي جي واي حد تبع جوناس. لكن ماك بيتفق مع دي جي على خطه، واول ما فتحوا الباب دي جي رش في عينهم رذاذ فلفل وجريوا. وبيوصل جوناس وفريقه بسلام، وبينزلوا علشان ينقذوا ماك ودي جي، وبيطلعوا علشان يهربوا بقارب من القوارب النجاه. في الوقت ده بيوصل القرش، وبتكون جيسي واقفه بتتكلم، لكن فجاه القرش هجم عليها من بره واكلها هي والازاز. ومونتس كان مصدوم وبيخرج بسرعه وبيقفل الباب، وبيشوف جوناس قبل ما يهرب، فبيبعت رجالته وراهم. بس جوناس كان ذكي وما كانش مشغل المحرك علشان القروش، لكن هم كانوا مشغلينه. وفجاه القرش بيطلع وبياكلهم. وبيكمل جوناس في طريقه وبيجهز السلاح اللي فيه سم علشان يقتل القروش بيه. وجيمنج بيقول له ان في ناس على الجزيره ولازم يحذروهم. وفجاه بيهجم على الناس دي اخطبوط عملاق، وده طلع بسبب الاختراق اللي حصل في الجدار الحراري. وفجأة بيلاقوا المخلوقات دي بتهجم عليهم، والناحية التانية القروش كانت وصلت وبتهجم على الناس. وجوناس بيقول لبينج استخبى بسرعة في برج المراقبة، والقروش موتت نص الناس الموجودين تقريبا. وجوناس بيركب الموتوسيكل علشان يبعد القروش عن الشط، وبيكون معاه الأسلحة اللي فيها السم، وبينزل للقرش بنفسه، والاتنين بيجروا وراه. وفضل يحاول جوناس لحد ما ضربه بالسلاح وقتله. وماك وجيمنج كانوا بيحاربوا المخلوقات التانية، وجيمنج اتبهدل على الآخر وكان هيموت أكتر من مرة لحد ما رشهم بالبنزين وبعدها فجرهم. وفي الوقت ده كان الأخطبوط وصل الشط وبيصطاد في الناس. ومينج بتشوف ست في البحر ومش عارفة تعوم، فبتقرر تنزل تلحقها. وخالها وهو رايح يساعد جوناس بيشوفها في المية، فبيطنش جوناس وبينزل يلحقها. وجوناس بقى قبل ما يموت القرش التاني بيجيله الراجل الرخم ده، وفضل يضرب عليه نار ووقع السلاح منه. وجوناس اضطر يهرب منه. وفي الوقت ده جيمنج بيمد ايده لمينج علشان يلحقها، لكن فجأة الاخطبوط بيلف ايده على الطيارة، وبيضطر جيمنج ينط منها وهو معاه المادة اللي بتصنع المتفجرات. والاخطبوط بيسحب الطيارة اللي فيها ماك في البحر. وبنروح لجوناس اللي بيكون وصل الشط وشاف مينج، اللي كان القرش كان مش عاوز يسيبه وبيخرج وراه وبيهجم عليه، والمرة دي كان خلاص هيموته، لكن برضه بيلحق نفسه في الوقت الأخير، وده علشان القرش اتزنق في شوية جنازير. وفي الوقت ده كان وصل مونتس وكان مصمم انه يقتل جوناس، وجوناس بيطلع علشان يقتله وبيخلص منه هو كمان، بس لما شاف القرش جاي وراه قال يرميه للقرش احسن. بعدها جيمنج كان الاخطبوط سحبه ونزل بيه تحت الميه ورشق فيه المتفجرات واتفرقع فيه، بس قبل ما يخرج لسطح الميه بيلاقي الاخطبوط بيسحبه تاني. لكن بتيجي اللحظه الفاصله وهي خناقه القرش والاخطبوط، وبعد ما كنا فاكرين القرش هيموت بيفوق تاني وبيخلص عليه. جيمنج بقى بيطلع علشان يلحق ماك اللي كان جوه الطياره، وجوناس كان بره مع مينج وبيتقول له يلحق ماك. وخالها لما بيبص ناحيتهم بيشوف القرش رايح عليهم، فبيمسك ريشه من ريشه المروحه اللي في الطياره وبيفضل يخبط فوق ويعمل صوت علشان يجيب القرش عنده ويبعد عنهم. وفعلا ده اللي بيحصل، وبسرعه بيجري ناحيته. اول ما بيفتح بق جوناس بكل ذكاء بيرشق فيه دراع الطياره،
وبعدها بيجيله ماكو وجيمنج، ولما جم يطلعوا الشط لو القرش التالت جاي، لكن جيمنج قال لهم ما تخافوش دي سمكة الهايكي بتاعتنا وعارف هعمل معاها ايه، وبيقف وبيعمل العرض اللي عمله في اول الفيلم، ودي بتعدي من جنبيه من غير ما تعمل له حاجة، وبتيجي فرقة الانقاذ الجزيرة وتنقذ الناس، وبيخلص فيلمنا لحد هنا. اتمنى يكون عجبكم، ما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب للقناة علشان يوصل لكم منا كل جديد. سلام.